أطابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يلتقي وزير الخارجية المصري. تطور محاصيل بساتين تسني. أنشطة التوعية لحقوق الأطفال في عد غيح. اتفاق في إسرائيل على تشكيل حكومة طوارئ خلال الحرب مع حماس. السلطات الانتقالية في النيجر تمهل مسؤولة أممية 72 ساعة للمغادرة. بوتين بكريزغستان في أول رحلة بعد مذكرة توقيفه. من العناوين إلى التفاصيل. يقوم وفد إريتريا عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر. والتقى الوفد في القاهرة اليوم وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري. تناول اللقاء الخطوات التي يمكن اتخاذها لتكامل المبادرات المختلفة المتخذة لإيجاد حل سلمي للقضية السودانية وإنهاء معاناة الشعب السوداني. كما ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين إريتريا ومصر. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية تسني السيد لملم زرعي تحقيق نتائج جيد من بساتين ضفاف نهر القاش في المديرية. وذكر تنمية مساحة 643 هكتارا بالخضروات و307 هكتار بالفواكه هذه السنة، وتم حصاد حوالي 80,000 كنتال من الخضروات وحوالي 15,000 كنتال من الفواكه، مشيرة إلى أن الكثير من المزروعات من الخضر هي البصل والفواكه والموز. وذكرت أن المزارعين استفادوا من الأسمنة الطبيعية التي قدمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية، موضحة بأن التجارب التي جرت على البصل مكنت من حصد 180 كنتالا من الهكتار الواحد. وقال خبير تنمية النباتات في المكتب السيد عند مريم أملوسوم أن المزارعين يقومون بزراعة محاصيل الهضبة دون الاقتصار على الخضروات والفواكه، موضحا بأن الطاف والقمح الذي يزرع في موسم الشتاء يحصد من الطاف من 7 إلى 12 كنتالا من الهكتار الواحد، ومن 12 إلى 25 كنتالا للقمح. من جانبهم أكد المزارعون أنهم يحصدون جيدا بالاستفادة من موارد المياه، وطالبوا وزارة الزراعة بالحرص على توفير الأسمدة الطبيعية باعتبارها الأفضل في زيادة الإنتاج وضمان السلامة البشرية والبيئية. يوجد 175 مزارعا يزرعون في حوالي 1600 هكتار في منطقة 13 وعلي قدر وعد عمر وضواحي تسني في مديرية تسني. نظمت أنشطة توعوية لرفع مستوى الوعي العام حول حقوق الأطفال وعواقب زواج القاصرات في 6 إدارات ضواحي في مديرية عد غيح منذ شهر سبتمبر الماضي. ويهدف البرنامج الذي يقيم في هدامو وحينبا وحشميلي وعنوبور وتخندع ومالي إلى رفع وعي أولياء الأمور وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الفرص التعليمية. وذكرت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيدة مدهانيت قرماي بضرورة احترام حقوق الأطفال في العيش والنمو بحرية من التمييز والتحدث بحرية. وقالت أن السجل المدني من الحقوق الأساسية للأطفال، ويجب على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم منذ الولادة. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم منشورات ومحاضرات من قبل الخبراء توضح الممارسات البالية بشكل عام وعواقب زواج القاصرات وختان الإناث بشكل خاص. ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود لتوفير الفرص التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يقدرون منازلهم بسبب انخفاض الوعي، ووضع وتنفيذ قوانين صارمة للقضاء على زواج القاصرات. وحث مدير مديرية عد غيح السيد هبتاي تسبازقي جميع شرائح المجتمع على رعاية الأطفال، لأن التربية السليمة هي مسؤولية كل مواطن. وتستمر هذه الحملات في إدارات الضواحي 15 المتبقية. أشاد مسؤول عيادة أمين في مديرية عرعتا بالاستفادة الشعبية الجيدة من العيادة.
وأوضح مسؤول العيادة مساعد التمريض محمد موسى لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أنهم يجرون محاضرات في المناطق النائية بقيامهم بالتجوال في المناطق النائية إلى جانب الخدمات المقدمة في العيادة. وذكر ازدياد رعاية الأمومة والطفولة وارتفاع الولادة في العيادة بنسبة 10% مقارنة مع السنة الماضية. وأضاف الممرض المساعد محمد موسى أنه تم إحراز تقدم جيد في حملة نظافة البيئة التي يقوم بها المجتمع. تخدم عيادة أومين قرية أومين وعسكالا وحلحلة وسبكالا ودات بوي. غيم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع السويد أنشطته في المنتدى النصف السنوي الذي عقده في 30 من سبتمبر والأول من أكتوبر في مدينة أومو. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سابة تخليل أوضاع الفرع المصغرة ونجاحات وتحديات النصف الأول من العام. واستمع المنتدى لتقرير الفرع والأوضاع الاقتصادية ومناقشتها. وقدم مسؤول الشؤون الأهلية والمجتمعية في سفارة إريتريا في الدول الإسكندنافية سيد سيراك بهلبي في المشاركة عبر الفيديو شرحا حول راهن أوضاع الإريتريين في السويد ودورهم في البرامج الوطنية، وأجاب على الاستفسارات المقدمة. وشهد المنتظر محاضرة صحيحة حول مرض سرطان الرحم وتقديم جهاز متحرك للفحوصات الطبية. أجريت الجولة الأولى لانتخابات إدارات ولجان القرى في 6 ضواحي في مديرية موغولو، وهي عد طحاي وعد مرق وشغلات وأرد بورم وموغولو في الفترة من 20 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر. كما تم انتخاب قضاة المحاكم الأهلية. وأشارت اللجنة المراقبة للانتخابات بالمشاركة الشعبية مناشدة إدارات الضواحي ولجان القرى وقضاة المحكمة الأهلية لخدمة الشعب بتفاني. وأوضح مدير مديرية موغولو السيد أبراهام كيداني أن الهدف من الانتخابات تبديل الإدارات السابقة وقضاة المحاكم الأهلية، متمنيا التوفيق للمنتخبين الجدد. هذا وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في إدارات الخمسة المتبقية نهاية شهر أكتوبر. توجد في مديرية موغولو 11 ضاحية تضم 23 قرية. قدم صاحب مخبز أسد في مدينة كرن مبلغ 30,000 نقفة لطلاب أبناء الشهداء. وقدم مخبز أسد مملوك لأسرتنا الدعم المالي لشراء المستلزمات الدراسية لطلاب 10 أسر بالإضافة إلى 4 أسر بعد أن كان يقدم الدعم سنويا ل6 أسر. وقالت المدير التنفيذي في إدارة مدينة كرن السيدة لتنقص أبرها في المناسبة أن الدعم مواصلة للعون السنوي المقدم من أصحاب المخبز ويجب الاحتذاء به. وثمنت الأسر الحاصلة على الدعم بالدعم والرعاية المقدمة من الحكومة والشعب، شاكرة دعم أصحاب المخبز. وكان مخبز السيد قد قدم العام الماضي الدعم المالي بمبلغ 15,000 نقفة لكل من 6 أسر مختارة من قبل إدارات الضاحية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع عضو المعارضة بيني جانتس لتشكيل حكومة طوارئ خلال الحرب مع حماس في غزة. وستضم حكومة الحرب نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوف جالانت. وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب جانتس جيدي إزنكورت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمان مراقبين، فيما سيبقى حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في الحكومة. وفي اليوم السادس من الحرب التي أوقعت حتى الآن آلاف القتلى، واصلت إسرائيل خلال الليل قصفها المركز على قطاع غزة، فيما أطلقت دفعات من الصواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل. وأعلنت حركة حماس إطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على ضربات إسرائيلية على المدنيين في مخيمي الشاطئ وجباليا في القطاع. وحشرت إسرائيل عشرات الآلاف الجنود حول قطاع غزة وعلى حدودها الشمالية مع لبنان، من حيث يطلق حزب الله المتحالف مع حماس والمدعوم من إيران بانتظام صواريخ على إسرائيل.
هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاعا جديدا في عدد قتلى الهجوم ليصل إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص، من بينهم العشرات في حالة حرجة. أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر منح المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة لويزان أوبان مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة أن المنظمة التي تمثلها أصبحت غير مرغوب فيها في النيجر. وقالت السلطات الانتقالية في بيان أنه تم اتخاذ القرار على خلفيات ما وصفته بالمناورات الخبيثة للأمم المتحدة بتحريض من قبل فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي واجتماعات دولية أخرى. وأصدرت وزارة الخارجية في النيجر مذكرة تؤكد من خلالها حرص السلطات الانتقالية على مغادرة المسؤولة الأممية البلاد ومنحها مهلة 72 ساعة، كونها أصبحت تمثل منظمة غير مرغوب وجودها في النيجر. وكان المجلس العسكري في النيجر اتهم في 23 من سبتمبر الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحرمان ممثل المجلس من المشاركة في الجمعية العامة 78 للهيئة الأممية، واصفا تصرفات غوتيريس بأنها قادرة. ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، وذلك للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة التي تضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة. ومن المقرر أن يجتمع بوتين مع نظيره القرقيزي صدر جابروف قبل المشاركة في القمة التي تنعقد الجمعة. كما سيجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أول لقاء بينهما منذ أن استعادت باكو السيطرة على إقليم ناغورو كاراباخ الشهر الماضي. وكانت الرئاسة القرقيزية أعلنت أن رئيس الوزراء الأرميني نوكال باشينيان سيغيب عن قمة رابطة الدول المستقلة التي يشارك فيها إلى جانب بوتين حليفها الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. عثرت ناسا على الماء والكربون في عينات جمعتها من الكويكب بينو، تعد الأكبر التي تجلب إلى الأرض على الإطلاق في تاريخ غزو الفضاء. حسب ما أعلنت الوكالة الأمريكية عارضة أولى الصور للغبار والأجزاء السوداء المجمعة، مشيرة إلى أن هذه عناصر حاسمة في تكوين الأرض وستساعد في فهم نشأة الحياة على كوكبنا. في السياق، قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون في حدث أقيم في هيوستن إن جزيئات الماء والكربون هي بالضبط نوع المادة التي أردنا العثور عليها. وأخذت مهمة أوسراس ريكس هذه العينة عام 2020 من الكويكب بينو، وعادت الكبسولة التي تحتوي على الحمولة بنجاح إلى الأرض قبل ما يزيد قليل عن أسبوعين، وهبطت في الصحراء الأمريكية. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. وفد إريتريا على المستوى يلتقي وزير الخارجية المصري. تطور محاصيل بساتين تسني. أنشطة التوعية لحقوق الأطفال في عد غياح. اتفاق في إسرائيل على تشكيل حكومة طوارئ خلال الحرب مع حماس. السلطات الانتقالية في النيجر تمهل مسؤولة أممية 72 ساعة للمغادرة. بوتين في كازاخستان في أول رحلة بعد مذكرة توقيفه. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.